عارفين ايه الفرق ما بين المدرب اللي بجد والمدرب الاهلاوي؟ المدرب اللي بجد اجتهد وتعب واكتشف لعيبه ما كناش نسمع عنها زي حمص وجده وحسني عبد ربه وجابهم من المنتخب وفعلا ثبتوا وجودهم وطلعوا رجاله وبقوا نجوم. انما المدرب الاهلاوي او الاهلاويه عامه ما عندهمش النكهه دي، ما عندهمش ان هم يعرفوا يكتشفوا لعيبه ويجيبوها، لا عايزين لعيبه على الجاهز. فالكابتن حسام حسن الاهلاوي عمل ايه؟ راح لنادي اسمه النادي الاهلي بياخد كل بطولاته بالحكام، فجاب منه لعيبه وحطها في قلب المنتخب. ولعيبه النادي الاهلي زي ما كلنا عارفين بتعتمد على حاجه واحده بس، وهي التحكيم، انهم يساعدوهم ويخليهم يفوزوا بالمباريات. وعشان كده كلنا شفنا منتخب مصر بالشكل المتدني دوت. طيب تعال نشوف المدرب الاهلاوي بيتعامل ازاي مع النجوم، والمدرب اللي بجد بيتعامل ازاي مع النجوم. النهارده كلنا في ماتش بوركينا فاسو محدش شاف محمد صلاح، محمد صلاح ما جاش اصلا، ومع ذلك المدرب الاهلاوي لا يجرؤ انه يخرج محمد صلاح. تعالوا نشوف في منتخب الكابتن او المعلم حسن شحاته كان راسه براس محمد صلاح وقتها، كان العالمي احمد حسام ميدو، وكلنا شفنا المدرب اللي بجد اتعامل ازاي مع الكابتن حسام ميدو لما قال له لما اقول لك اخرج تخرج. ده الفرق ما بين المدرب الزملكاوي المعلم حسن شحاته والفرق ما بين المدرب الاهلاوي حسام حسن. عشان كده شايفين منتخب مصر شكله يعر. افتكر كويس، طول ما حسام حسن بيمشي ورا اللوبي الاهلاوي عمرك ما هتشوف منتخب مصر بشكل كويس. سلام.